بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. اليوم هنتكلم عن حمام جميل 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 جدا، وهو حمام الأرباش أو الراهب. حمام قديم أخذ اسم الراهب نتيجة علامات الرأس التي تشبه الزي الديني المسيحي، يأتي الذيل وريش الأخير من الجناح ومقدمة الرأس بلون واحد مخالف للون الجسم الذي يكون أبيض تماما. أنتج هذا النوع في إنجلترا، وخاصة النوع ذو الحجم فوق المتوسط، والنوع الآخر المتوسط تنتج في ألمانيا. الجيل الأصيل يتضمن خصائص مرغوبة من لونين فقط، الأبيض ومع لون آخر مثل الأسود الأحمر أو الأصفر. وجود أي لون آخر أو تشويه في موضع الجسم خارج اللونين الأساسيين يدل على نقص في العلامات الأصلية. المواصفات القياسية لهذا الحمام: حمام الأرباش قصير ومتناسق الشكل، ويأتي من الحجم متوسط، عريض وبارز الصدر ومدور بشكل واضح الصغار، الأقدام قصيرة خالية من الريش من غير شرابات، وتكون بلون أحمر ناصع، والمنقار قصير ذو لون مشمع. الذيل يكون قصير بقدر الإمكان ولا يمتد أكثر من بوصة. في امتداد ريش الجناح يتكون الذيل من 12 ريشة كاملة، وهو مرتفع بمقدار لا يلمس الأرض، وألوانه عديدة ويأتي ب9 ألوان قياسية، منها رمادي وأزرق وأصفر وأحمر وأسود. الأكثر استخدام اللون الأسود والأحمر. حمام جميل جدا صراحة. صادف أنا اشتريت لي ذكر، لكن للأسف ما لقيت إنشاية. وأسعاره في السودان غايته كان ب10,000 في سعر مناسب، وسعر مناسب في الربح إنك تكسب 10,000، لكن إنك تطلعها غالية. المهم حمام سبح والله يستاهل. اشتريته قبل كده يا أخو، اشتريته والله بقر ونتاع ما لقيته في النهاية والله بيعنه والله ب2000. خسارة. تلقى الفرد اليمين ما تلقى الفرد الشمال، تلقى الفرد الشمال ما تلقى الفرد اليمين، تلقى الفرد اليمين والشمال ما تلقى الكرعين ذاته. على العموم أتمنى يكون عجبكم الفيديو، وإن شاء الله جديد هيتم نشره في القناة. في أمان الله.